بتسامح عشان ترتاح ولا بتسامح عشان خايف على الناس اللي حواليك لا تخسرهم؟ خلي بالك، مش كل الناس بتقدر طيبتك، في ناس بتخون الطيبة دي. كل ما سامحت اكتر من اللي قدامك ما يستحق، كل مرة قلت فيها مش مشكلة، بكرة يحسوا، بكرة يقدروا، بكرة يعرفوا قيمتي، كنت بتكسر حاجة جواك. كنت دايما بتحط قلبك ده في وضع الصامت الحزين، بينزف وانت مش واخد بالك، ودايما راكنه على جنب. يا جماعة، المسامحة خلق طيب وقيمة عالية وإحساس نبيل كلنا يجب أن نتحلى بيه، لكن ده مش معناه أبدا إن أنا أتنازل عن كرامتي عشان الناس تقول عليا إن أنا بسامح. فرق كبير جدا ما بين التسامح والتنازل عن الكرامة. يا ريت الخيط الشعر الرفيعة دي نقدر نميز بينهم. نصيحتي: اجري، امشي، انسحب في هدوء وصمت وبسرعة. ربنا سبحانه وتعالى ما يرضهوش أبدا أبدا اللي انت بتحط نفسك فيه، ما يرضهوش أبدا الأذى اللي انت غارز نفسك جواه وبتقول عليه أصلا أنا بسامح. باي باي.